وتنادي بأعلى صوت، والجبل عالي وارتفاع الجبل أكتر من متر، وتقول انزل لأمك يا ابني، ده انت وحيد يا ابني. ايه اللي فادك من الإيمان؟ نايم على ايه؟ على التراب؟ الله أنا راضي، الأرض فرشتي والسماء غطاه وراضي بنور الله. انزل لأمك يا ابني، بالمشي تعبت رجليها حرام عليك. في الوقت ده أمه كبرت في السن وشبح الموت يقترب من وجهها، وتقول انزل لأمك يا ابني، ارجع للفلوس والعز والمال والهنا. قال لها حد يسيب رضا مولاه ويمشي ورا إبليس وهواه؟ الله على نور الله. وقام يصلي ركعتين لله، وهي راحت على بنت حلوة جمالها فتان. قالت لها الفلوس والدهب تحت أمرك، بس ليا عندك طلب، تطلعي الابن فوق الجبل وافتنيه بجمالك وحلاوتك، وساعة ما هيشوف جمالك وحلاوتك هيسيب الإيمان والإسلام. البنت دي بنت شيطان، قبضت التمن وطلعت له فوق الجبل، والأم بتطلع وراها خطوات قليلة، وهي بتطلع فوق الجبل اتدحرجت من على الجبل وقعت على الأرض، وتقول يا ابني، نفسي أودعك الوداع الأخير، انزل لأمك يا ابني. ايه اللي فادك من الإيمان؟ الله الأرض فرشتي والسماء غطاه وراضي بنور الله. فبيبص كده تحت الجبل لقى أمه مرمية، فرفع ايده للسماء وقال ايه والعاشي في حبيب النبي كلنا نصلى عليه. تركت كل الحبايب، تركت كل الحبايب، أمي برضو راح أسيبك، لكن أعمل إيه؟ لكن أعمل إيه؟ لكن أعمل إيه؟ تجيني أمي وأنا وياك بصلي أخطر صلاتي، وأمي برضو راح أسيبها. وقعد في يوم الصبحية يتوضى وصلى الفجرية، نظر بعينه لقصبية جميلة والجمال فتان، قربت منه قالت له أنا جاية هنا لحبيبي. إيه اللي غير حبيبي؟ ليلي ونهاري بدور على حبيبي. لقيته لابس حمة خضرة وجبة خضرة والوجه عليه التقوى والعبادة والدين. قالت له إيه اللي أنت لابسه على دماغك ده؟ قال لها تاج الإسلام. قالت له يا عم قوم، بلا إسلام بلا إيمان، حد يسيب المال والعز والهنا وينام على التراب؟ الله أنا راضي، الأرض دي فرشتي والسماء غطاه وراضي بنور الله. الله على نور الله. اللهم صل على حضرة النبي. واخدته الجلالة والمشخة، فكشفت كده من مفاتنها وقالت له إيه؟ قالت
له سيبك من المشيخة وشجد الجمال بعدين. قالت له سيبك من المشيخة وشجد الجمال بعدين. واعلم بأن الشباب الحق برضه عليه أجمل بنات البلد، أجمل بنات البلد، أجمل بنات البلد جاية وتترجى عايزة قالوا الوصل منا والقلب بيفرح بيه. قالت له قوم وياي يا حبيبي، تعال للحب، تعال للمال، تعال للخمرة. قال لها حد يسيب المال والعز والهنا وينام على التراب؟ قال لها أنا راضي، الأرض فرشتي والسماء غطاه وراضي بنور الله. قالت له قوم وياي، قال لها بعيد عني. قالت له بتطردني يا أبو ريت؟ لازم أطبل لك تهمة وأخلي الناس تلوم عليك وأضيع المشيخة من قلبك. قال لها أنت اللي معاه ربنا يسلم من الأخطار. ومشيت في ظلام الليل، قابلها راعي غنم أسمر الوجه. قال لها رايحة فين يا سلمى؟ قالت له أنا جاية لك يا حبيبي. وقال لها أنا كمان متيم وقلبي ملكي ميال من زمان يا سلمى. ودخلت بنت الشيطان عند ابن الشيطان اللي زيها وأكرمها آخر كرم، وشهر واثنين وثلاثة ورابع شهر يبان عليها الحمل من الراعي. هتعمل ايه؟ خايفة من العيلة اللي هي منها، عيلة قبيلة عرب. طلعت فوق الجبل وعملت عشة قبل الشيخ، تستر فيها لحد ما توفي شهود الحمل. وفت شهود الحمل، وضعت وجابت ولد. هتعمل ايه في الولد؟ فحرت فحرة عشان تدفن ابنها على الحية، بص لها الطفل ما هنش عليها. جابت السكينة عشان تذبح ابنها، بكى الطفل. قلب الأم شالت الابن على صدرها وقالت أنا قلت لمين هدبر لك تهمة؟ للشيخ اللي بيتعبد وعامل خلوة فوق الجبل. وراحت على شيخ العرب، لقيته بيدور على سلمى. قال لها جربي يا فاجرة، بعد سنة جاية وجايبنا العار، مين اللي هان عرضنا علشان أشرب من دم الشرب؟ قالت لي يا ابوي معودتني على الكذب. الشيخ اللي بيتعبد وعامل خلوة فوق الجبل هو ده ابني، خلاني بالليل ماشي، شدني في الخلوة بالعافية، بطلب منه مية عطاني بدل المية خمرة. لا يا شيخ اتقي الله، ده بجاده عمده خمرة. شيخ القبيلة ضربها بالقلم على الخد. سيبك من الكذب يا ظلم، وقول الجاه. قالت له هو يا ابوي خلاني بالليل ماشي، شدني في الخلوة بالعافية، بطلب منه مية عطاني بدل المية خمرة. قال لها يا شيخ اتقي الله، بقى بجاده عنده خبرة، ده ولي من أولياء الله، ده مؤمن، ده ساب المال والجمال وليل ونهار بيذكر الله. فدمعت دمعتين كده وقالت له ايه؟ وقالت لهم وانا هكذب ليه؟ انا يعني بينه وبينه ايه؟ قالت لهم وانا هكذب ليه؟ انا يعني بينه وبينه ايه؟ وعلى السل رماني، هو اللي شافني وانا ماشي، شدني في الخلوة بالعافية، عطاني خمرة لكن صفية، وكل ما اشرب يستهل مش سكري ما بقيت دريانة إلا بعيونه النعسانة، والست دايما غلبانة، والست دايما غلبانة، ما قدرتش اقاوم اخواني. وقال شيخ القبيلة يا عرب بينا كل واحد يجيب سكينة ويحميها،
علشان ناخد الطار ونمحي العار. يلا للظالم ده اللي عامل نفسه مؤمن وبيتدارى في الإيمان، وطلعوا له فوق الجبل خلاه بيصلي، مرمغ وشه في تراب وقال له بتصلي يا شيخ بطل صلاة، عمر ربنا ما تقبل منك صلاة. طلعوا له في الجبل ضربوا الحصار حواليه، طلعوا له في الجبل ضربوا الحصار حواليه، وجم على خلوته هدوا حيطان عليه، سرك خلاص انكشف وانت سنين ندري، ابنك معانا دليل قول لي الحكاية ايه، ابنك معانا دليل قول لي الحكاية ايه، عرف الحكاية بكى والدم عيبان فاني. وطلعوا له فوق الجبل خلاه بيصلي ومرمغ وشه في التراب وقال له انت بتصلي يا شيخ بطل صلاة، عمر ربنا سبحانه وتعالى ما تقبل منك صلاة. في الغيب ذوات انكتب، في الغيب في الغيب في الغيب في الغيب في الغيب نواد انكتب، ما بيدنا تغيير، انت السلف يا رب انت الحماية يا رب يا صاحب التدبير. قال له انت بتصلي يا شيخ بطل صلاة. قال له خير يا شيخ القبيلة. قال له ابنك اهو. قال لهم ابني؟ ابني مين؟ ده خطة، ده تهمة، انتوا عايزين مني ايه؟ حرام عليكم سيبوني في حالي. قال له بالعافية وبالذوق ابنك، شايف السكاكين اللي بتلمع ده كلها؟ هنقطع من لحمك منابات ونشرب من دمك شرب. قال له ما دام انتوا عايزين مني كده يا شيخ القبيلة انا ليا عندك طلب. قال له نعم. قال له سيبني اصلي ركعتين لله. قال له ربنا ما يتقبل منك صلاة. قال له اتركني مني لله، ان كنت بريء ادي ربنا سبحانه وتعالى يبعث البراء، وان كنت ظالم ادي ربنا سبحانه وتعالى ينتقم مني. وصلى ركعتين لله، وصلى اول ركعه ولسه بيسجد في الثانيه لقى الشيخ ابو عبايه بيضاء ابو عمامه بيضاء اللي اسلم على يده ونطق الشهاده على ايده واقف قدامه. قال له بقول لك ايه؟ قال له نعم. قال له هم هيسالوك سؤال انا هقول لك على اجابته، هيدوا لك الولد وهيدوا لك السكينه، هيقولوا لك اذبح الولد وهنذبحك بعده، ارمي الولد على الارض وارمي السكينه على الارض وقول لهم اسالوا الولد وقولوا للولد انت ابن مين. قال له يا فضيله الشيخ بس ده طفل عنده شهر لسه هيعرف يتكلم. قال له اللي بقول لك عليه تسمعه. قال له حاضر. وعلى العموم ما حدش شايف الا هو ولا حد سمع الا هو، وختم صلاته وسلم على اليمين وسلم على الشمال، ورموا له الولد ورموا له السكينه وقالوا له اذبح الولد وهنذبحك بعده. قال لي يا فضيله الشيخ ده مش ابني، ده خطه، ده تهمه. قالوا له بالعافيه وبالذوق ابني. رمى الولد على الارض ورمى السكينه وقال لهم بقول لكم ايه بقى، بدل انتم مش مصدقيني اسالوا الولد وقولوا للولد انت ابن مين. ايه الراجل ده مجنون؟ فيه طفل عنده شهر هيعرف يتكلم؟ قال له بقول لك ايه يا شيخ العرب،
يا شيخ القبيلة انتم ألوف وأنا لوحدي، كل واحد من الألوف اللي معاكم معاه سلاح في جيبه، لكن أنا سلاحي ربنا سبحانه وتعالى. اسألوا الولد وقولوا للولد انت ابن مين، اسألوه. الراجل ده بيسخر بينا، على العموم نريحه. والطفل راقد على التراب عريان، ولفوا دايرة حوالين الطفل، وسألوا الولد وقالوا له ايه انت ابن مين، وبقدرة الله شور الطفل على الفاعل ونطق بلسانه وقال ابويا انا راعي الغنم، اما الراجل ده من الصالحين ملكوش دعوه ابوه الصفوف حاله. ابويا انا راعي الغنم وواقف معاكم، ابويا انا راعي الغنم، اما الراجل ده من الصالحين. بعد ما كانت واخداهم الشهامه ورجوله حطوا وشهم في الارض وقالوا له ايه يا ابو ريك بقى، هنبني لك مقام طوبه من فضه وطوبه من ذهب. قال لهم كان عندي فضه وعندي ذهب وعندي بس لا احلى ولا اجمل ولا افضل من الايمان. لما ربنا اثبت براءه البريء فقعد يقول ايه وسمعون الصلاه عليه. الله يوسف تحية غالية أستاذ نادر أخويا. الله 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 يا ربي نورك في قلبي ما انطفاش ولا يوم، بقول يا ربي نورك في قلبي ما انطفاش ولا يوم، يا ربي نورك في قلبي ما انطفاش ولا يوم، نور لي قلبي وخلى في الحياة يوم، ومهما داموا علي ومهما داموا علي ومهما داموا علي وكتروا في اللوم، نورك يا رب نورك يا رب في قلبي اليوم وبعد اليوم.
تليفوني ده قولها لك، اصبر على المر جاي احلاك. نمرة تليفوني ده قولها لك، اصبر على المر جاي احلاك. 050 ده قولية 639 12 بقى 60. وده عندك رقم المحمول 010 يا مستمعين 182 9 50.